يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ ما تيجوا بقى النهاردة نعمل فطير بيتزا. نعمل فطير، يعني اللي تسموها فطير او تسموها بيتزا، من غير بقى ولا عجن ولا تخمير ولا اي حاجة صعبة خالص، بطريقة سهلة جدا 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 هتاكلوا احلى بيتزا واحلى فطيرة بيتزا، من غير بقى ايه رغي كتير. يلا بينا نعملها. اول حاجة هنجيب لفة الجلاش بتاعتنا، لفة نص كيلو. الجلاش السايب ده بيبقى كميته اكبر من الجلاش المعلب اللي في السوبر ماركت، هو بيتباع عند الفطاطري. يلا نعمل بقى خليط التوريق اللي هنورق بيه الجلاش. حطيت 3 معالق زبادي ونص كوباية لبن و3 معالق سمنة و3 معالق زيت. الخليط ده هيورق معانا الجلاش وهيخليه طري وجميل جدا جدا. وحطيت بقى معلقة سكر، هنضيف معلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح، ونقلب كده كويس لحد لما يمتزجوا مع بعض. بعد كده هنزل بقى بمعلقة بيكنج باودر كبيرة، وبرضو نقلبهم مع بعض، وما ننساش معلقة الخل. التوريقة دي جميلة جدا، لو عندكم بقى كمان معلقة قشطة او معلقتين بيديها طعم جميل، بس انا مش عندي. بعد كده بقى حضرت الصينية بتاعتي ودهنتها بأي مادة دهنية، زيت أو سمنة عادي. ونورق بقى الجلاش، ننزل بقى ورقتين ورقتين وندهنها من الخليط بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، خليط التوريق. ندهن بالشكل ده. ما تنسوش تحطوا معلقة خل، لان انا يعني ما جاتش معايا في التصوير. الصينية عشان كبيرة شوية فكنت اسمى الجلاش. لو حبيتوا تعملوها في صينية مدورة ممكن تقصوا الجلاش على قد الصينية، والباقي الحتت المقصقصة دي تحطوها في النص. انا كان معايا كام حتة كده يعني اتكسروا مني فحطيتهم كده زي ما حضراتكم كده شايفين. سامعة يا كتة ولا مش سامعة؟ انا عايزة ادوق من ايديكي بقى فطيرة الجلاش دي او بيتزا الجلاش. بصراحة طعمها جميل جدا ولذيذ جدا وسهلة جدا جدا عن العجين، كأنكم كده بتاكلوا فطير كده، فطير بيتزا كده، فطير شرقي جميل جدا. والتوريقة دي بتخليها طرية الفطيرة وجميلة. طبعا لو فاض من التوريقة دي الخليط ده شوية، في الاخر بتحطوه فوق وشه قبل ما ندهن الوش. يعني الخليط اللي هيفيض مش هنرميه، هنضيفه برضو على الجلاش زي ما انا كده حطيته. بعد كده بقى طبعا انا جبت الصلصة بتاعتي، كنت عصرة طماطميتين معاهم بصلاية وفصين توم وغليتهم كويس جدا وحيقتهم، وحطيت معاهم معلقة سكر وطبعا التوابل بتاعتي. وممكن لو عندكم صلصة في بطرمان عادي، الصلصة المعلبة بتخففوها بحبة مية وتحطوا عليها برضو زيت وتحطوا عليها التوابل بتاعتها وبصل بودرة وثوم بودرة، وتقلبوها كويس وتدهنوا بقى وش الصينية. بس انا عملت صلصة على البوتاجاز طعمها جميل جدا. بعد كده بقى جبت جبنة اللي عندي، طبعا المتاح عندكم الجبنة اللي موجودة تضيفوها او تستعملوها. انا كان عندي حبة جبنة رومي كده وحبة جبنة موتزاريلا. دايما بنعمل بالمتاح، مش هنحط بقى فيها بقى ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، احنا هنعملها كده بالخضار خفيفة كده وجميلة. المتاح عندنا نعمل بيه دايما. بعد كده بقى كنت مقطعة طماطميتين وقرن فلفل احمر. ممكن طبعا تستغنوا عن الطماطم، اي حاجة مش موجودة ممكن تستغنوا عنها، اي حاجة زيادة ممكن تضيفوها. بعد كده بقى فلفل طبعا الاخضر بقى عشان احنا بنحب الحاجة كده سبايسي.
لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوا بيتزا اللي بالطريقة دي، هتستسهلوها وهتعملوها على طول. بعد كده بقى رشيت اخر الجبنة اللي عندي كده فوق الوش، وبعد كده بقى ايه هننزل بالزيتون. اوعي تنسي الزيتون يا انا كنت هنساه. نزلت كده بالزيتون، زيتون اخضر، ممكن تحطوا زيتون اسود عادي، بس انا اللي متاح عندي اخضر فاستعملته. وبعد كده بقى اكون مسخنه الفرن وادخله بقى على درجه حراره 200 كده، وما اقولكوش بقى هتطلع شكلها ايه. بصوا الجمال، جميله جدا جدا بالخضار، جميله جدا. دخل بقى على الفرن على طول. بعد ما خرجت، ايه رايكم؟ احلى بيتزا واسرع بيتزا، ولا بقى عجن بقى ولا اي حاجه. اللي ما بيعرفش يعجن هيعمل دي على طول. لذيذه جدا جدا جدا. ايه رايكم بقى؟ اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم. واللي اول مره يشوف قناتي، انا سماح احمد. لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.